تتوقع الحين الكاميرات والمقابلة تتوقع ليش؟ ما أدري والله، لساني يعني عاجز على الكلام. متشوق تعرف ايش فيه؟ متشوق بس اكيد. متوتر مرة، ما أدري ايش هو. تفضل. هذه 150,000 ريال لك شخصي. لا هذه 100,000 ريال. هذا يكون كاميرا خفية ولا؟ لا مش كاميرا خفية. هذه 100,000 ريال لك، و50,000 لأحد ثاني تعطيه إياه تقول له شكرا. أنت تستاهل، هذا جهدك. هذه من هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامج شكرا مليون، لأنك تستاهل، لأنك معطاء، لأنك نبيل. أنا سعيد جدا 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 لأني أحس أني أكافئ شخص يستحق، وأني أشوف آثار الفرح والسعادة على وجهه. جاء اليوم المناسب اللي نقول لك فيه شكرا على عطائك وعلى جهودك. شكرا لك يا دكتور، وشكرا للإذاعة، وشكرا للسعودية. أعتذر لساني مش قادر يعبر، بس شكرا لكل الناس، وأشكرك أنت بالذات يعني دعمك لي وتقديرك لي. أنا تأثرت تقدير، حسيت إنه في تقدير فعلا يعني، وإنه الإنسان مهما عانى يجي يوم وربك يعوضه. بنفس الوقت المبلغ هذا يعني في جزء منه كبير بحل فيه كثير من مشاكلي ومشاكل أسرتي. شكرا لك دكتور. دكتور سعود إنسان عظيم مرة، وأعتبره قدوة لي يعني، وأنا أشكره أيضا، أشكره مليون مرة. اللي زرعته حصدته، زرعت الطيب وزرعت التعامل الراقي وزرعت الأسلوب الجميل وزرعت الإنسانية، ودائما العطاء الحقيقة لازم يقابل بشكر. أنا اليوم سمعت أحلى شكرا، وإن شاء الله أنا بشكر ناس آخرين وتكمل سلسلة العطاء بإذن الله تعالى. والله يعجز لساني عندي أنا أقدر، مدري كيف أشكرك، ما أعرف كيف أعبر لك. اليوم نهار جديد، فكرت مين الشخص اللي يستاهل أنه يحصل على 50,000 ريال سعودي. الشخص هذا هو الأستاذة فهدة الهنيدي. اتصلوا فيها الأخوة في الإعداد أنه معها لقاء صحفي. لو سمح لي عرفينا شوي عن نفسك. شكرا لكم على الاستضافة الجميلة. معكم أخصائية اجتماعية فهد الهنيدي. ما هو دور المؤسسات الاجتماعية في مساعدة الأسر المتفككة؟ دورها بناء طبعا في الإمكانيات المتاحة للوزارات، سواء وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها في تنمية المجتمع. السلام عليكم. عليكم السلام. المعذرة أستاذة فهدة، المعذرة من الزملاء قاطعتكم. أنا والله أستاذة فهدة بس وأقول لك كلمة شكر، أشكرك يعني من قلبي. أنت أخت يعني، أخت ولم تلدها أم يعني. الله يعطيك الله العافية. يخليك. عندنا باقي المحاور أنا أعتبر. فتتذكر أنت المواقف اللي حصلت لي كثير، أنت وقفت معي كثير في أشياء كثيرة. الصحة والعافية. وخاصة لما توفين بنات خالي جدتي هذه أمي الثانية، عزيزة علي مرة، وكلهم راحوا في أسبوع واحد، الله يرحمهم. أنا في حالة اكتئاب وأنت ساعدتيني كثير يعني. الله يعطيك. وأشياء كثيرة طبعا.
أنا قلت إن شاء الله في أي يوم إذا في فرصة ولا أي شيء أرد لك جزء من اللي سويتيه معي. الحمد لله جت هذه الفرصة من الله يعني. الله يعطيك الصحة. أعرف إنك متوترة وأنا أيضا متوتر زيك. أنا إيش تتوقعين في الشنطة هذه؟ أتوقع إيش؟ الشنطة هذه اللي قدامك افتحيها شوفيها. هذه الله يسلمك 50,000 ريال. الدكتور سعود الله يحفظه أعطاني 150,000، قال لي ناظر هذه 100,000 لك و50,000 تختار شخص يستاهل يعني خدمك في حياتك. فما اخترت إلا قلت أختي الأستاذة فهدة تستاهل، فعلا تستاهل، لأنه وقفت معي كثير، وقفت معي في وفاة بنت خالي، لأنه كنت في حالة اكتئاب. ودائما لما كنت ادخل تجلسي دائما تساليني تقولي لي كيفك، كيف اهلك، كيف الوالده، كيف بنتك ديم. فانا كنت هذا كان ياثر فيني، انت كنت ما تحسي لكن انا كان ياثر فيني. فقلت ارد لك هذا الشيء. الله يحفظك يا رب. انا لما شفتها بكت تأثرت طبعا، مسكت دمعتي يعني، بس كنت بنفس الوقت سعيد جدا سعيد، لأنه سعدتها زي ما سعدتني وسعدت ناس كثير. شكرا لك يا أستاذة فهدة، وقفتي معي مرة كثير مرة. شكرا لك والله يا أستاذ ناظر صراحة. لا قليل في حقك والله، تستاهلين أكثر، تستاهلين أكثر. الله يعطيك العافية، هذا واجبي، هذه خدمتي. أنا كنت حتى ألاحظ أشوف الناس يعني كيف كنتي تحلي مشاكل الناس، يعني الناس تجي عندنا في المركز عندهم مشاكل أسرية، مشاكل نفسية، مشاكل. كنت أشوف الناس من بعيد، فجأة شفت نفسي واحد منهم هذول، عندي مشكلة. وساعدتيني زي ما ساعدتي الناس هذول كلهم. فهذا قليل في حقك والله، قليل في حقك. مبروك لك. أنا أحييه صراحة على إنسانيته، أحييه حقيقي على مشاعره، أحييه على طيبته. سبحان الله، وراح يستمر العطاء بإذن الله. شكرا والله من كل قلبي والله. تستاهلي يا أستاذ فهدة والله، تستاهل كثير والله، تستاهلي أكثر والله يعجز لساني اني انا اقدر، ما ادري كيف اشكرك، ما اعرف كيف اعبر لك. اعذرني. اشكر استاذ ناظر على امتنانه وعلى نبله وعلى اخلاصه وعلى انسانيته. الدنيا سبحان الله فعلا الانسان لما يعمل خير بيلقاه، يعني سبحان الله مهما كان. والله ما توقعت ولا 1% والله. شكرا للدكتور سعود انه اعطاني هذه الفرصه، وانه ايضا اختارني. والدكتور سعود ايضا في له تسجيل عندي بسمعه لك. الله يسلمك. تفضل. هذه رساله من الدكتور سعود. اليوم العطاء مستمر. ناظر أعطاك 50,000 ريال لكي يستمر العطاء، والعطاء أمانة لكي نقول لك شكرا مليون، والعطاء يستمر مستمر على طول بإذن الله. شكرا لك، وشكرا للدكتور سعود، وشكرا للفريق، وبإذن الله عطائنا مستمر، إلى آخر يوم في عمري راح أقدم وراح أعطي بكل ما فيني. الحمد لله يا رب. شكرا لك. شكرا لك والله يا أستاذ ناظر، ما قصرت. أشكر كل الناس اللي تحمل الحب والسلام والعطاء. لو كل الناس كانت بفعل أستاذ ناظر أو الدكتور سعود كان كل الناس صارت بخير، وكان كل الناس ما اشتكت من مشاكل وعلاقات أسرية.
الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنع أن يد المعروف